سواء كان في بيت المريض أو في العيادة. إن المغرب منذ الاستقلال صرف ملايير وملايير لتكوين الأطباء، وصرف كذلك ملايير وملايير لإعطاء نفسه مركبات للتداوي وللعلاج. ولكن اللي ما يمكنلوش يعطي المغرب ولا الدولة ولا المالية ولا الصندوق، ما يمكنلوش يعطي الروح الطبية، ما يمكنلوش يعطي الأخلاق الطبية. فواحد الجماعة نتاع الأطباء كبروا بحالنا ومعنا في جو نتاع النضال وفي جو نتاع الحماس والتجنيد المستمر. هادو شخصيا ما خايفش عليهم من الناحية التربوية ومن الناحية الفلسفية والبشرية. ولكن انتم تتشوفوا كل سنة بالمئات والمئات عدد الطلبة الذين يريدون امتهان مهنة الطب يلجون بالمئات والمئات كلية الطب. فلي اليقين أن معلوماتهم سوف تكون معلومات طيبة جدا، وأن حصيلة دراستهم تكون حصيلة مهمة ومجدية وإيجابية. ولكن يا ترى هل هذا كافي؟ هذا غير كافي. بقات الاستقامة، الجد، الروح البشرية، الحكمة نتاع الحكيم نتاع الطبيب. ما نبغيش في كلمة رسمية واللي غادي تمر على شاشة التلفزيون ندخل في تفاصيل مما يعانيه الطب والطب الخاص بالخصوص، لكن ما كان الحال هادوك أبنائي كذلك، وما نبغيش نفضح عوراتهم أمام الناس، ولكن عوراتهم تتعرفوا أو تنعرفوها. ولي اليقين أن الكثير منها موجودة لأن ما لقوش اللي يرشدهم، ما لقوش اللي يأطرهم. علما مني بأن في كل جسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، ألا وهو القلب. فعليكم إذن أنتم الآن اللي كنتوا هذه المجالس الطبية في سائر أنحاء المملكة، عليكم قبل كل شيء المريض الأول متاعكم اللي محتاج العلاج مستمر هما الأطباء. تنقولش أنهم مرض، ولكن تنقول أنهم محتاجين دائما إلى الرجوع لمنهل ومبادئ وأسس المهنة متاعهم، ألا وهو نسيان الذات، الحكمة معنى التعقل، الربح الطبيعي العادي، عدم الغش. حديث متواتر قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. علما منا أن ماشي لأنني أنا حقوقي أو من رجال القانون، ولكن يمكن إنسان واحد ماشي يوكل واحد محامي على ملف نتاعو ومن بعد يشوف بأن المحامي ما شفالوش الغليل، يمكن له يبدل المحامي في كل وقت وحين، يمكن له يبدل المحامي. اما إلا عطيت ملف صحي نتاعي لواحد الطبيب تجي واحد الوقت فاش يفوت الأوان ما بقى لي ما رجع للوراء، لأن الملف الطبي ما تيتعاودش. فالزلال مسألة طبيعية، الغلط بشري. المهم هو أقل ما يمكن من الأغلاط والاستقامة والروح البشرية اللي تجعل المريض يكون قريب جدا، طبيب جدا من المريض نتاعو.